السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وحلقة النهاردة جايين نتكلم عن مسلسل وتقابل حبيب للفنانة ياسمين عبد العزيز، واللي هيتعرض في الموسم الرمضاني 2025. فكل اللي عايز تعرفه عن مسلسل وتقابل حبيب هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهاردة. فقبل ما نبدأ الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم أخوكم إسلام، ويلا بينا نخش في الحلقة على طول. حسيت دلوقتي مجروحة وجايز أحب إن أنا أنتقم. هنبدأ الأول ونتكلم على أبطال العمل المشاركين في المسلسل. والمسلسل يضم كل من مع حفظ الألقاب للجميع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم ومحمود عمرو ياسين ونيكول سابا، إيمان السيد وبدرية طلبة، أنوشكا وصلاح عبد الله، رشوان توفيق وحنان سليمان، بسنت شوقي وندى موسى، منى عرفة وإنجي ديوان، جيهان خيري وريم رأفت، بتول الحداد وبسنت أبو الباشا. ومسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمود حمدي الخيبري، وده يعتبر التعاون التاني اللي يجمع المؤلف عمرو محمود ياسين والفنانة ياسمين عبد العزيز بعد المسلسل اللي عملوه ونحب تاني ليه. طبعا المسلسل يتكون من 30 حلقة وهيتعرض على قناة الحياة. وتعالوا كده نتكلم في قصة وأحداث المسلسل. إن في امرأة غنية ثرية تكتشف، وطبعا اللي هتجسد دورها هنا الفنانة ياسمين عبد العزيز، تكتشف خيانة جوزها وان هو بيتجوز عليها، وبعد كده تقرر ان هي تسيبه وتنفصل عنه. وبعد كده بتبحث عن علاقة جديدة تدخلها، لكنها بتتورط في صراعات ومواجهات مختلفة كانتش متوقعة ولا كانت في حسبانها، وبتغير حياتها. طبعا خلال الاعلان اللي نزل وشفناه ان ياسمين عبد العزيز هتكون مرات خالد سليم، والناحية التانية شفنا ان كريم فهمي هيكون جوز نيكول سابا. انا مش هقبل ان حد يجي عليكي. يوسف، انت بتحبني؟ ربنا يخليكم لبعض يا اولاد. مش تقولي يا بيبي؟ اخطر حاجه على الراجل العواطف. انت بتحبني انا ولا بتحبها هي؟ فمن الواضح ان خالد سليم هيخون ياسمين عبد العزيز وهيسيبها، ومن الواضح والمتوقع ان ياسمين عبد العزيز هتحب كريم فهمي الناحيه التانيه. فهيكون بقى في صراعات ما بين نيكول سابا جوزها كريم فهمي، بعد ما ممكن تعرف ان جوزها بيخونها وبيحب ياسمين عبد العزيز. وبعد كده الناحيه التانيه خالد سليم ممكن يبقى عايز يرجع لياسمين عبد العزيز ويحصل مواجهات وصراعات. وشوفنا بقى مشاهد الحزن والعياط لياسمين عبد العزيز. مالك؟ شفته ولا؟ بعد كده شفنا الغضب وان هي بتقول اللي عنده حاجه يعملها. المشكله ان انا عارف ان الموضوع ده مش هيعدي على خير، وانا مستبيعه يا فارس. انتوا ما انتوش قد اللعب معايا، حياتك هتبقى سواد على ايدي يا ليل. انا شبعت تهديد، اللي يعرف يعمل معايا حاجه يعملها. فمن الواضح ان المسلسل بيدور في اطار درامي اجتماعي، حب بقى وخيانه النوعيه دي من الاعمال اللي بتقدمها ياسمين عبد العزيز بقالها فتره كبيره جدا. وده اللي يخلينا نيجي لسؤال، هل انا متحمس للمسلسل؟ انا عايز اقول لك ان انا عملت الحلقه دي، انا بحب ياسمين عبد العزيز، عايز اشوف ياسمين عبد العزيز تقدم حاجه مختلفه. انا حاسس ان انا شفت الشخصيه دي قبل كده كتير، حاسس ان انا شفت ياسمين عبد العزيز في الدور ده كتير، بنفس الاسلوب وبنفس الاداء وبنفس اللبس وبنفس الستايل، هو مفيش حاجه اتغيرت. انا عايز اشوف الفنانه ياسمين عبد العزيز بتقدم حاجه مختلفه. لو جيت لي في السؤال بتاع هل انا متحمس، انا مش متحمس للمسلسل، لان انا زي ما قلت لك انا شفت الشخصيه دي قبل كده، شفتها في مسلسل ونحب تاني ليه، شفتها في مسلسل ضرب نار، شفتها في مسلسل ملوش كبير، شفتها كتير. بس اكيد اتفرج عليه، اشوف اول حلقه تاني حلقه، حسيت ان في حاجه مختلفه وحاجه جديده بتتقدم، هكمل المسلسل. حسيت ان هي نفس الفكره، نفس التكرار، مفيش حاجه مختلفه، للاسف مش هكمل المسلسل. وده اتمنى ان عكس ده هو اللي يحصل. ففي الاول وفي الاخر اتمنى التوفيق للجميع وللفنانه ياسمين عبد العزيز، واتمنى ان المسلسل ينجح ويحقق نجاح كبير. وده اكيد اللي هيحصل، ان فيه هيكون في شعبيه كبيره جدا للفنانه ياسمين عبد العزيز، وان في ناس كتير جدا هتتفرج على المسلسل، وفي ناس هتعجبها المسلسل. كل التوفيق للفنانه ياسمين عبد العزيز. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، اتكلمنا عن ابرز التفاصيل اللي موجوده عن مسلسل وتقابل حبيب للفنانه الكبيره ياسمين عبد العزيز. فلو الحلقه عجبتك اتمنى تدعمني، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.